السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد الخاص بأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وآخر مستجداته، فيما يخص القرار الذي جاء به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي في القرار الذي يخص أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ومهامهم. يعني كنظن كانوا في 5 ديال المواد اللي غتعطي صورة يعني كاملة ومكمولة على الأقل على بعض النقاط اللي خاصكم تركزوا عليها في هذه المباراة. وكان ترسل هذا القرار بطبيعة الحال المديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحت موضوع قرار في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. وهنا وقبل الحديث عن القرار الوزير ومواده الخمسة الخاصة بأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، سنتكلم أولا عن المراسلة الرسالة لمديري الأكاديميات. سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد فاستعدادنا للسنة الدراسية 2021-2022 وفي إطار مواكبة توظيف أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ضمن أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مباراة دورة نوفمبر 2020 اللي غتكون يوم 25 من نوفمبر يعني من هذا الشهر، وبهدف تدقيق المهام الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات. يشرفني موافاتكم بقرار السيد الوزير الذي يحدد مجالات مهام هذه الفئة من الأطر، والتي تتكون من ملحق اقتصاد والإدارة، ملحق تربوي، وملحق اجتماعي. في هذا الصدد يتضمن القرار المرافق مقتضيات تتوزع على المواد يعني المحاور التالية. أولا، تأليف أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، يعني مناش مؤلف كل إطار من هذه الأطر. مجالات ومهام ملحقي الاقتصاد والإدارة، يعني مجالات والمهام ديال ملحق الإدارة، يعني هذا أمر لا بد من معرفته. سواء أطر الدعم الإداري أو التربوي والاجتماعي خاصكم تعرفوا المهام، لأنه يعني كنظن أن هذا السؤال هذا غادي يكون بطبيعة الحال في المباريات جميعها. مجالات مهام الملحقين التربويين، ثم مجالات مهام الملحقين الاجتماعيين، يعني هنا ديما كنهضروا مهام. بناء عليه أدعوكم إلى نشر مضامين هذا القرار على صعيد جميع الوحدات التابعة لكم جهويا وإقليميا، والحرص على التنزيل الأمثل لمواده على مستوى المؤسسات التعليمية الواقعة في المجال الترابي للأكاديمية التي تشرفون عليها، والسلام. والآن غادي نطلعوا على القرار ديال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اللي هو الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمجدي، في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. من بعد ما شفنا المراسلة، يعني المراسلة جات من بعد هذا القرار، يعني من بعد خروج هذا القرار مباشرة. نبداو في قراءة هذا القرار. إن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 202854، وهذا من المفروض أنه يطالع عليه أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، الصادر في 8 ذي الحجة 1423 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما تم تغييره وتتميمه. يعني كانت هناك بعض التغييرات، هادشي علاش جاء هذا القرار. وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المؤرخة في 15 مارس 2019 قرر ما يلي. وهنا جاءت القرار يعني ب5 مواد. المادة الأولى كتقول تأليف أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. يتألف أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي كما يعرف الجميع من ملحق الاقتصاد والإدارة، وهما أطر الدعم الاقتصادي والإداري، وملحق تربوي اللي هما ملحقي أو مسمى أطر الدعم التربوي، ثم ملحق اجتماعي اللي هما أطر الدعم الاجتماعي. بالنسبة للمادة الثانية وتخص مجالات مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة، يعني خاص بملحقي الاقتصاد والإدارة، يعني أطر الدعم الاقتصادي والإداري. يقوم ملحق الاقتصاد والإدارة
تحت إشراف هيئة الإدارة التربوية للمؤسسة التعليمية وأطر هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهام دعم العمل الإداري، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بإنجاز العمليات وفق المجالات التالية: أولا، المهام ذات الطبيعة الإدارية، وتنقسم إلى التسيير المادي والمالي والمحاسبة للمؤسسات التعليمية والداخليات والمطاعم المدرسية، ثم الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة، يعني المعلوميات، التأهيل، الصيانة وغيرها، ثم إنجاز مختلف عمليات الإحصاء بما فيها إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها، ثم القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بتسجيل التلاميذ وبحركيتهم. أما المهام المتعلقة بالحياة المدرسية، وكنت كنقول وكنعاود نقول بالنسبة للحياة المدرسية لابد من الاطلاع على الأقل على التلخيص ديالها، يعني متوفر سيد الحياة المدرسية، كتاب الحياة المدرسية، ولكن هناك أيضا التلخيص لابد من الاطلاع عليها. أولا، المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع مشروع المؤسسة. ثانيا، المساهمة في تنظيم وتتبع أنشطة الحياة المدرسية. أما فيما يخص مهام التدبير التربوي والتواصل، أولا، المساهمة في تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها، المساهمة في إعداد وتنظيم وتنسيق الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية من مؤسسة تعليمية، ثم الحرص على احترام المتعلمات والمتعلمين للنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية، ثم المساهمة في عمليات التعبئة والتواصل حول المؤسسة التعليمية، وأخيرا المساهمة في المداومة خلال العطل المدرسية. أما في المادة الثالثة فهنا الحديث عن مجالات مهام الملحقين التربويين. يقوم الملحق التربوي تحت إشراف هيئة الإدارة التربوية للمؤسسة التعليمية بمهام دعم العمل التربوي وفق المجالات التالية: أول مجال وهو المهام التربوية والتواصل، وتنقسم إلى المساهمة في الأعمال الإدارية المتصلة بتسجيل التلاميذ ومسك نقط المراقبة المستمرة والامتحانات المدرسية، ثم مرافقة ودعم التلاميذ ذوي الإعاقة، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني المساعدات التربوية، المساعدة على التنقل والتعامل مع المعدات المدرسية، ثم مساعدة الأساتذة على إنجاز دروس الدعم التربوي وحراسة الفروض ودروس التعليم عن بعد. هنا نجد أن التعليم عن بعد أصبح له إطار قانوني. ثم المساهمة في تنظيم المباريات والامتحانات المدرسية وامتحانات الكفاءة التربوية والكفاءة المهنية والمشاركة في لجان الحراسة، ثم المساهمة في عمليات التعبئة والتواصل حول المؤسسة التعليمية، ثم المساهمة في المداومة خلال العطل المدرسية، ثم العمل على احترام المتعلمات والمتعلمين للنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية، ثم المشاركة في المحافظة على نظام والانضباط بالمؤسسة التعليمية، مراقبة التلاميذ أثناء الاستراحة أو بالقسم الداخلي والمطعم المدرسي، وضبط الدخول والخروج، وتسجيل وتوثيق الغياب، ضمان الأمن داخل المؤسسة التعليمية، وحماية صحة التلاميذ. وهنا أود أن أشير بالنسبة للناس اللي مقبلين على هذه المباريات هذه، يعني حتى هذا القرار هذا وهذا البنود ديالو، يعني بطريقة أو بطريقة أخرى، يعني بأي طريقة ممكن أنك تكلم على هذه الامور هذه وعلى هذا القرار هذا بالضبط، خصوصا في المباراه ديال الشفوي. يعني الا دخلتي هذه الامور وهذه الافكار هذه، يعني بطبيعه الحال اللجنه ديال الشفوي بطبيعه الحال غادي تعرف انك على اطلاع بما يجري في الساحه، وانك عارف شنو كدير وشنو يعني متبع القرارات الوزاريه واخر التطورات. يعني هذه امور يعني غادي تفيدك 100%، يعني سواء في الكتابي سواء انك غادي تدخلها بطريقتك في المباراة الشفوية. اما بالنسبة للمهام المتعلقة بالحياة المدرسية، اولا المساهمة في تنظيم وتتبع انشطة الحياة المدرسية، المساهمة في اعداد وتنفيذ وتتبع مشروع المؤسسة، ثم المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية العامة التي تنظم في إطار إشعاع المؤسسة وانفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي. أما فيما يخص مهام التوثيق والأرشيف،
يعني التوثيق والأرشفة هو من المواضيع المهمة جدا. القيام بالأشغال العادية للمكتبة المدرسية، وذلك بترتيب وحفظ المستندات والكتب والوثائق، يعني ترقيم الكتب، حفظها، إعارتها، تلخيص مواضعها، وضع بطاقات لتسهيل الاقتناء، ثم تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها، المحافظة على الكتب والسهر على صيانتها، ثم تحرير وتجديد قوائم الكتب والعمل على إغنائها، تقديم المشورة للتلاميذ حول القراءات الملائمة لاحتياجاتهم وانتظاراتهم، يعني خاص يكون على اطلاع بجميع الكتب، إرشاد التلاميذ والطلبة ومساعدتهم على إنجاز بحوثهم. والآن سنمر للمادة الرابعة، وتخص مجالات مهام الملحقين الاجتماعيين. يقوم الملحق الاجتماعي تحت إشراف هيئة الإدارة التربوية للمؤسسة بمهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للمتعلمات والمتعلمين وفق المجالات التالية. أول مجال هو المهام ذات البعد النفسي والاجتماعي والصحي. الناس اللي ما عرفوش ديال الدعم الاجتماعي، شنو هي المواضيع اللي خاصكم تركزوا عليها؟ الاستماع وتقديم المشورة والدعم للتلاميذ وأوليائهم لتعزيز الاندماج الاجتماعي، ثم مصاحبة التلاميذ وملائمة كل أبعاد شخصيتهم، البعد المعرفي والبعد الاجتماعي والبعد السلوكي والبعد الوجداني، ثم محاربة الظواهر والسلوكات السلبية بالمؤسسة التعليمية كالمشاغبة وغيرها، محاربة الهدر المدرسي وتقديم الدعم للتلاميذ المتعثرين وذوي الاحتياجات الخاصة، دراسة أسباب الانقطاع الدراسي وتقديم التوصيات الضرورية لمجالس المؤسسة واقتراح صيغ معالجتها، ثم المساهمة في إنجاز العملية التعليمية التعلمية من خلال مساعدة الأساتذة على القيام بواجباتهم التربوية، إعداد وتنفيذ برامج العمل المرتبطة بالوقاية الصحية والاجتماعية في الوسط المدرسي، الحرص على ممارسات النظافة والأمن الصحي بالمؤسسة التعليمية، إخبار الإدارة والأساتذة بوضعية التلاميذ الصحية والاجتماعية. وكما سبق الذكر أن هذه القضية دي رائعة جدا، خصوصا أنه معظم الأساتذة ومعظم الإداريين ما كيكونوش عارفين الحالة الاجتماعية ديال التلميذ، وكيكون هناك ظلم في التعامل معه. أما ما يخص مهام التدبير التربوي والتواصل، هناك التواصل مع أسر التلاميذ المتعثرين في الدراسة أو المنقطعين عنها، يعني كنعرفوا الأسباب، يعني كيكون واحد التواصل، القيام بدور الوساطة والدعم والسعي إلى محاربة الظواهر والسلوكات المشينة في الوسط المدرسي، إعداد دفاتر خاصة للتلاميذ المتعثرين وذوي الاحتياجات الخاصة حسب الحالات للإحصاءات والمصاحبة والتتبع، ثم تنظيم عروض ولقاءات مع المختصين حول قضايا الأسرة والتلاميذ، يعني كيكون من المهام ديالهم أيضا أنك تنظم عروض طبيعة الحال مع ناس مختصين كأطباء وغيرهم، المساهمة في إعداد وتنظيم وتنسيق الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية بالمؤسسة التعليمية، المساهمة في عمليات التعبئة والتواصل حول المؤسسة التعليمية، ثم أخيرا المساهمة في المداومة خلال العطل المدرسية. أما ما يخص مجال المهام ذات الارتباط بالحياة المدرسية، فأولا المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع مشروع المؤسسة، ثم المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني بالوسط المدرسي، وفي تأسيس الأندية وتتبع ومواكبة أنشطتها يعني كيكون نوادي مختلفة كنادي القراءة ونادي الرياضة وغيرها، المساهمة في تنمية الشراكات والاتصال بالإدارات والجامعات والجمعيات لدعم فئات التلاميذ من المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، يعني كتكون تشاركات مع عدة جمعيات وغيرها، وأخيرا المساهمة في إرساء مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص ونشرها في صفوف المتمدرسين. أما المادة الأخيرة وهي المادة الخامسة من قرار الوزير، هي مهام أخرى. بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المواد أعلاه، يقوم أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالمهام ذات الصلة بمستجدات المنظومة التربوية والتي تحددها الإدارة. هذا كل ما جاء في القرار الوزاري الأخير، وهذه هي مواده الخمسة. أتمنى أن تستفيدوا من هذه المواد وتعرفوا بالضبط ما ينتظركم سواء في الامتحان الكتابي أو الامتحان الشفوي.
أتمنى لكم التوفيق وتحياتي لكم، ولا تنسوا نشر الفيديو لتعم الفائدة.